كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، وسحور رمضان ما يحلاش غير بكوباية الزبادي. كوباية الزبادي اللي بترطب على قلبنا طول النهار وبتنسينا الجوع والعطش. والحمد لله النهار قصير والجو جميل جدا، يعني بإذن الله لا هنحس بجوع ولا هنحس بعطش. بس طبعا كوباية الزبادي احنا متعودين عليها في سحور رمضان، فلازم نعملها. وطبعا بعد اسعارها ما بقت اسعار غير عادية في المحلات، كوباية الزبادي معدية ال10 جنيه او ب10 جنيه الصغيرة. طبعا مش هنقدر نجيبها، يعني لو اسره مكونه من 5 افراد عشان نجيب زبادي بس ب50 جنيه. لا احنا هنعملها ان شاء الله في البيت بطريقه جميله جدا وسهله جدا، اي حد ممكن يعملها، وموفره جدا كمان معانا. ومفيش طبعا انضف من حاجه البيت. وكمان هقولك على اسرار الزبادي كلها وتركاتها وازاي ما تسردش منك ميه. وكمان هنعملها من غير فرن، يعني فيديو جميل جدا ان شاء الله هتستفادي منه. بس يا ريت تتابعينا لاخر الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعمينا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلك منا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. وانا بوريكي شكل الزبادي بتاعتنا كريميه ازاي، وكمان عشان محدش يقول ده هي مجمداها في الفريزر، لا الزبادي بتاعتنا متماسكه من نفسها زي ما انتم شايفين كده. بتقلبي الكوبايه شمال ويمين هي متماسكه. يلا نشوف بقى الطريقه بتاعتنا عملنا ايه بالظبط. علشان تعملي الزبادي صح وتكون مظبوطه معاكي ومية مية، لازم تبداي صح. تبداي صح ان انت تجيبي اللبن من عندي لبان تكوني بتتعاملي معاه على طول، وعارفه ان اللبن عنده لبن ممتاز جدا. وكمان الزبادي لازم تكون الزبادي جودتها عاليه، يعني اللبن جودته عالي والزبادي جودتها عاليه علشان تطلعي منتج ممتاز وتنافسي بيه كمان المحلات. يعني ولادك لو دقوا الزبادي عندك في البيت عمرهم ما يجيبوا زبادي من بره تاني ابدا. والله بتطلع تحفه تحفه جدا. ان شاء الله جربوها بالخطوات دي وهتطلع معاكم ممتازه جدا. انا جبت كيلو من اللبن وحطيته على النار. اول ما غلي معايا فضلت اقلب فيه وهديت عليه النار شويه، علشان لو اللبن فيه يعني لا قدر الله نسبه كده من الميه تتبخر معانا ويديني لبن صافي. وكمان عشان لو في اي بكتيريا، طبعا زي ما انتم عارفين ان بيبقى فيه بكتيريا في اللبن، فبالشكل ده احنا طبعا بنقضي عليها. كده بقى اللبن غلي معانا بنطفي عليه ونسيبه لحد ما يدفى. احنا عايزين اللبن معانا دافي، يعني لو عندك ترمومتر يبقى درجة حرارة 40، ما عندكيش ترمومتر يبقى خلاص بطرف صباعك كده وتجسي اللبن. حسيتي ان هو دافي كده زي دمعة العين على رأي ما بيقولوها، خلاص يبقى كده اشتغلي فيه تمام. جبت بقى كوبايه من الزبادي، علبه زبادي من اللي بتشتريها جاهزه من بره علشان تخمير اللبن، ودي هتبقى اول مره نشتري فيها علبه زبادي. بعد كده هناخد من الزبادي بتاعتنا، الزبادي اللي احنا هنطلعها هناخد منها علبه على طول ونعمل بيها الزبادي الجديده. فاول مره بس هنشتري علبه زبادي عشان ادعم بقى الزبادي بتاعتي واخليها زبادي حلوه كده وجميله وطعمه، وكمان ما تسردش مني ميه، وكمان تبقى متماسكه جدا. هعمل ايه بقى في علبه الزبادي؟ هحط معلقه كبيره مليانه كده مهرمه من لبن البودر، وده بقى هيحافظ على الزبادي بتاعتي ان هي ما تسردش ميه وان هي تكون متماسكه. وكمان هحط معلقه كده من السكر، ومعلقه السكر دي علشان المزازه الزياده عن اللزوم اللي بتبقى في الزبادي. لو مش حابه تحطيها طبعا بلاش تحطيها، مفيش اي مشكله خالص، بس هي بتخف شويه من حده الزبادي او المزازه اللي بتبقى في الزبادي. يعني لو عندك اطفال وهتديهم علبه الزبادي هياكلوها بمنتهى السهوله، مش هيحسوا بمزازه زياده عن اللزوم فيها. وزي ما بقولك لو مش حابه تحطي معلقه السكر ما تحطيهاش، بس انا بصراحه بحب احطها. هناخد بقى على خليط الزبادي اللي احنا عملناه، اللي هو علبه الزبادي بمعلقه اللبن البودر بمعلقه السكر، قلبناهم في بعضيهم كويس، ورحنا واخدين عليهم تقريبا نص كوبايه كده من اللبن الدافي، اللبن الدافي اللي احنا غليناه وسبناه لما يدفى معانا. بعد كده نضربهم، تضربيهم بقى بالمضرب، تضربيهم بالمضرب السلك العادي، ممكن كمان تاخديهم في الخلاط وتضربيهم، مفيش اي مشكله. المهم ان انت تضربيهم ضرب كويس جدا علشان الزبادي تديلك فوم حلو كده وتديلك وش حلو جدا في الزبادي، وتبقى كمان متماسكه، وده برضو سر من اسرار تماسك الزبادي معاكي. بعد كده هتجيبي اي كوبايات تكون موجوده عندك، اي بولات، اهم حاجه تكون الكوبايات اللي انت هتستعمليها تكون ناشفه، تكون ناشفه جدا من الميه. انا جبت كوبايات معايا اهي، وجبت كمان طواجن. بحب كده الزبادي بيبقى في طعم الطاجن بتبقى طعمها حلو جدا. ولما تيجي كمان تصبي الزبادي حاولي تصبيها بالطريقه دي، ان انت تبعدي كده الحاجه اللي بتصبي منها عن الحاجه اللي بتصبي فيها عشان تعمل معاكي فوم وتعمل معاكي وش كده على الزبادي. وطبعا الكوبايات اي كوبايات موجوده عندك او اي بولات هتنفع جدا وهتبقى تمام خالص. وانا عايزه اقول لك ان الكوبايه دي اللي احنا بنصبها تعمل كوبايتين من الكوبايات اللي انت بتجيبيها من بره، الكوبايات الجاهزه اللي انت بتجيبيها من بره. غير ان الطواجن كمان بسم الله ما شاء الله
الميه لوحدها شايله لها يجي 3 كوبايات، الطاجن الواحد شايل له يجي 3 كوبايات زي ما انتم شايفين قدامكم كده. فانت شوفي بقى الوفر اللي انت هتوفريه معاكي قد ايه. بعد كده بقى جبت حله وجبت ميه سخنه، ميه سخنه بس، اوعي تحطي لها ميه بتغلي. لو حطيتي ميه بتغلي وحطيتي فيها الزبادي هتفصل معاكي الزبادي على طول، هتفصل معاكي وتبقى ميه ومش هتطلع معاكي زبادي. تسخني الميه بس وما تخليهاش تغلي. بعد كده نحطها بقى في حله ونخليها لحد ربع الكوبايات، يعني ما تزوديش الميه زياده عن اللزوم، علشان لو الحله اترجت كده ولا كده ما تنزلش في الزبادي، ما تجيش في كوبايه الزبادي، هو ربع كفايه جدا، ربع الكوبايه كده ميه زي ما انت شايفه معانا كده بالظبط. انا بقى مش هحطها في الفرن، انا هخمرها بره الفرن، هخمرها زي ما هي كده زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه بقى انك تدفيها كويس جدا، تدفيها كويس جدا. انا حطيت عليها مفرش تيل زي ما انتم شايفين كده، وكمان هاخدها احطها على ركن كده، في ركن بعيد عن الايدين او بعيد عن السكه، وكمان احط من فوقيها بطانيه علشان تتدفى كويس جدا. انا عايزه الزبادي تكون دافيانه جدا كانها في الفرن بالظبط. اهم حاجه بس انك تحطيها في ركن كده بعيد عن الايدين علشان ما تتهزش ولا تترج معاكي. انا بصراحه سبتها من بالليل لتاني يوم الصبح، لكن انت ممكن بس كده وما تعمليش حاجه زياده عن كده، 6-7 ساعات بالكتير هتلاقي الزبادي معاكي بقت فله. انا بصراحه عملتها من بالليل وتاني يوم شفتها لقيتها زي ما انتم شايفين كده متماسكه وجامده وزي الفل. حابه بقى انك تعمليها في الفرن مفيش اي مشكله، شغلي الفرن، سخني الفرن كويس جدا وروحي طفياه، وخدي بقى الزبادي دي بس حطيها في صينيه عشان تعرفي تدخليها الفرن. وبرده حطي لها ميه سخنه لحد ربع الكوبايه، يعني ما تزوديش على ربع الكوبايه ميه سخنه. طبعا ربع الكوبايه ميه سخنه، الميه دي بتبقى في الصينيه، احسن حد ينسى يحطها مع الزبادي. الميه السخنه بتكون في الصينيه بتيجي لحد ربع الكوبايه بس. بعد كده خدي الصينيه بتاعتك ودخليها الفرن، وطبعا احنا طافيين الفرن، وسيبيها بقى في الفرن وهي هتتخمر وتبقى زي الفل ان شاء الله. وطبعا الكلام ده انا بقوله للبنات الصغيرين اللي اول مره يعملوا زبادي، لكن الناس طبعا الكبيره اللي بتعرف تعمل زبادي واللي على طول متعوده تعمل زبادي عارفه الخطوات كويس جدا، بس ده طبعا للبنات الصغيرين. وطريقه الزبادي دي ان شاء الله هتعجبهم جدا وهتكون سهله معاهم جدا، يعني لو جربوها من اول مره ان شاء الله هتنجح معاهم وتبقى زي الفل باذن الله. وزي ما انتم شايفين الزبادي معانا كريميه وطريه وزي الفل، وكمان متماسكه جدا، يعني تقلبي الكوبايه شمال تقلبيها يمين هي متماسكه، الزبادي متماسكه جدا في قلب الكوبايه. وزي ما انتم شايفين حتى بعد ما خدنا منها قلبناها برضو متماسكه، بس طبعا ما ينفعش ما دام خدنا منها نفضل قلبينها كده، لانها بالشكل ده فعلا ممكن تسرد بقى معانا ميه بعد كده. ما دام قلبتي فيها ورحتي قلبها الكوبايه هتسرد معاكي ميه على طول، ما دام حطيتي فيها معلقه يبقى خليكي عدلها على طول. احنا بنقلبها علشان خاطر التصوير، عشان بس تتاكدوا ان هي الزبادي متماسكه وان هي مقاديرها مظبوطه جدا ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين الطواجن بتاعتنا جميله قد ايه، وناعمه وكريميه، وطعم بجد الزبادي في الطواجن بيبقى غير خالص، بيبقى طعمها بجد تحفه جدا. جربي بقى الزبادي برضو في الطواجن هتعجبك جدا ان شاء الله. وزي ما انتم عارفين ان صلاحيه الزبادي دي بتبقى 3 ايام فقط لا غير، 3 ايام جوه التلاجة. علشان كده بقولك اشتغلي بكيلو، هو كيلو يا دوبك يبقى على قد ال3 ايام، سواء هتتسحري بيهم سواء هتاخدي كوبايه زبادي تعملي بيها حلويات تعملي بيها اي حاجه، يعني هو الكيلو هيبقى مناسب جدا. لو زادت عندك بقى الزبادي 3 ايام في التلاجة ومحدش كل منها يبقى طبعا مش هنرميها، هنعمل بيها ايه؟ تاخديها تتبلي بيها فراخ، تتبلي بيها اي طيور، تتبلي بيها لحمه، تحطيها في جبنه، تحطيها لو عندك مش، يعني طبعا مش هترميها، ما ترميش حاجه عشان حرام الحاجه غاليه، هنستفاد بيها برضو، بس هي هتبقى مززه شويه في الاكل، يعني لو حبيتي تستعمليها في السحور هتبقى بمززه زياده عن اللزوم، لكن طبعا مش هيبقى فيها اي ضرر، يعني نستعملها زي ما بقولك في اي حاجه، في اي تتبيلات تدخليها، ممكن تدخليها في سلطات، تعملي بيها شويه سلطه طحينه، تعملي بيها بابا غنوج، تحطيها لو عندك مش حطيها في المش بتبقى جميله جدا، لو عندك جبنه برضو حطيها مع الجبنه بتبقى جميله، يعني اوعي ترميها وتقولي دي صلاحيتها انتهت انا هرميها. انا عايزه اقول لكم ان انا الزبادي دي برش عليها رشه ملح بسيطه كده وبغمزها برغيف عيش بتبقى زي العسل. جربوا بقى الزبادي بتاعتنا، ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو بتاعنا يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.